حنجره تيست. انا صايم بجد والله. صح كلنا صايم، احنا في رمضان كمان. المهم يا جماعه انا كنت غايب بقالي 3 شهور لاسباب دراسيه جدا جدا جدا. ادعي لي اطلع دكتور شاطر، عشان لو طلعت دكتور شاطر هكشف عليك ببلاش، بس شرط تعمل سبسكرايب. انا كده كده هطلع دكتور شاطر ان شاء الله، فشغل الشغل كده معايا واعمل سبسكرايب ولايك الفيديو ده عشان ايه اكشف عليك ببلاش، واي نصيحه طبيه يا صديقي اظبطك. الفتره الجايه ان شاء الله مش هقطع تاني باذن الله، هحاول انزل كل اسبوع فيديو. بس انا عايزك تشتغل معايا كده وقول لي الافكار اللي انت عايزها، يعني عشان انا يعني ما عنديش افكار، فقول لي افكار او اي فكره فيديو انت عايز نعملها وانا ان شاء الله هصورها كلنا هنتبسط. قررت اشرح حركه الوانيتي، ودي حركه من الحركات المفضله جدا جدا بالنسبه لي. كنت عملت فيديو ازاي تعمل 180 تقريبا من 3 سنين او 4 سنين، ورحت بصيت عليه يعني كنت عايز ارجع اللي هو ايه ده، ما هذا. ال 180 عباره انك بتنط تلف 180 درجه 180 ديجري وتنزل بظهرك وتعدل. هي مش حركه صعبه خالص دي، يعني انت لما بتبدا تتعلم في ميكس يعني دي الحركه اللي انت بتنشن عليها بعد ما تتعلم بني هوب تقريبا. قبل ما تتعلم على حركه لازم كده تقيس مستواك. لو لقيت ما ينفعش تخش تعملها وانت لسه بادئ، يعني انا لسه بتعلم ريمكس ما ينفعش راح اعمل لانيت، لازم تعرف تعمل باني هوب متمكن بالباني هوب، وتعرف تعمل فيكي. الفيكي دي حركه ما ينفعش حد يستغنى عنها. انت لو ما بتعرفش تعمل فيكي مش هتعرف تعمل 180 استحاله. هتعمل 180 كل حاجه تمام وتنزل بظهرك هتقع، مش هتعرف تعمل فيك، مش هتعرف تعدل. يعتبر جزء من تعليم ال 180. فيك تعلمها ازاي؟ خش في الحيطه وارجع بجسمك، حاول توازن نفسك واعدل. هتكلم من الاول شويه بعد كده اوريك وانا بعملها واوريك الحركه بتمشي ازاي. اول مشكله هتواجهك ان انت مش عارف تلف اصلا. هتلاقيك مثلا بتنط هتلاقي مثلا بتجيب 90، ممكن ما تجيبش 90. ده في الاول عادي جدا لان انت لسه مش متعود على السحبه. تاني حاجه وانت بتعمل 180 وانت بتلف حاول تبص وراك. انا عارف بجد ان الحوار بيبقى مخيف في الاول، وانا جربت ما كنتش بحب الحوار ده، بس انت لو عملت كده والله هتلاقيك بتلف 180 في ثانيه. طبيعي لما تبص كده براسك جسمك هيفولو راسك. انا عارف ان الحوار مخيف بس جرب مره في مره تحس انها بتلف لوحدها. هتاخد وقت عمال لما ان انت تظبط ال 180. ممكن تجيبها اللي هو قبل ال 180 بحاجه خفيفه تلاقي الحركه بتاصلك معاك فتنزل رجلك على الارض. كل الكلام ده عادي وهياخد منك وقت. بعد لما ان شاء الله تجيب ال 180 كامله هتبدا تجيب ال 180 كامله من غير فيكي، وهنا بقى تكمن المشكله الرخمه. انا عارفين يا جدعان قعدت في المشكله اللي بقول لك عليها دي بتاع مثلا اسبوع او اقل، بعمل 180 ومظبوطه وكل حاجه ومش عارف اعمل فيكي. اول لما انزل 180 العجله بتنزل بيني بنزل رجلي على الارض، مش عارف ايه المشكله. فده طبيعي جدا، هتقعد فتره تعمل كده، فحاول تظبط الفيكي، اشتغل على الحته دي. يلا بينا نقوم نشرح ال 180. ركز معايا يا برو، ركز معايا. تعمل كده بالظبط وتعمل. انت هتلف انهي ناحيه؟ لو انت رجلك اليمين اللي هي دي اللي قدام انت هتلف كده ناحيه رجلك اللي ورا. لو انت رجلك كده دي اللي قدام هتلف كده، فاهم؟ لكن لو انت لفيت ناحيه رجلك اللي قدام كده انت بتعمل سويتش 180، ودي حاجه صعبه قوي يعني انا بعملها بالعافيه اصلا، فما تعملش كده. لف ناحيه رجلك اللي ورا، امشي على سرعه ولا بطيئه قوي ولا سريعه قوي، يعني هي مايله للبطء اكتر. ما ترفعش دي قوي ولا ترفع حاجه بسيطه قوي، يعني خليها معتدله كده. تلاقي العجله تمشي معاك. اوبا، حاجه ممكن تعملها تسهل عليك لما تيجي تلف. ممكن تاخد جزء من اللفه على الارض. انت مثلا عملت نيتي كده، انت لفيت ال 180 كلها بالهواء، لا ممكن تعمل كده. انت ماشي اهوت سنه 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 هوبا كده، يعني ممكن اخد جزء من اللفه اكتر على الارض كده 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 وارجع اعملها كده كده. بتخم في الاول عادي، كل شويه تقلل الجزء ده لحد لما تلف ال 180 درجه كامله من على الارض. عايز اقول لك بقى على مشكله الباني هوب 180 والهوب 180. هوريك الهوب 180 دلوقتي. بص ال 180 هوب دي يعني اوعى تعملها، حتى لو انت هتجيبها اسرع اوعى تعملها، بتخليك في مكانك وشكلها مش حلو. اعمل 180 باني هوب. بص الباني هوب ده حاجه عايزك تخلي بالك منها، هي وقعه معينه عشان لو وقعتها تزعل. هوريها لك. بتيجي انت تركز، بتحط كل تركيزك جامد قوي على اللفه، فما انت ما بتنطش ما بترفعش لورا، فانت بتقع حته وقعه يعني وحشه قوي بجد، ربنا يبعدك عنها. بص انت بتركز ممكن اعمل كده في الهواء كده بقى، دي ما اترفعتش وتقع. وانت بتعلم الحركه ما تركزش على الارتفاع، انت بتعملها على سرعه عاليه ولا سرعه بطيئه، بتعدي بيها مسافه كبيره على الارض ولا لا. الكلام ده ما ينفعش تركز عليه. تتعلم الحركه وانت بتتعلم الحركه تركز على التكنيك، تعرف التكنيك جسمك يحفظه. بعد لما تتعلم التكنيك ان انت بقى تحسنه، اعملها على سرعه اسرع، اعملها على مسافه اكتر على الارض. ركز انك تفهم التكنيك كويس جدا وتعمله عشان ما تنساهوش بعد كده وما تعرفش تعمل حركه. انا هوريك ال 180 من كذا زاويه، وعايز اقول لك ان ال 180 دي بجد حركه ممكن تدخلها في حركات كتير قوي. ممكن تعمل 180 بار سبين بعد كده، ممكن تعرف تعمل بار سبين 180 كرانك فليب 180 اي حاجه، يعني اي حركه انت بتعملها دخلها بقى في ال 180. 180 بص اي حاجه 180 بالمكسرات. انا عايز اكتر.
اتمنى انكم استفدت من الهاو تو ده. لو في اي مشكله واجهتك اسالني على انستجرام، هرد عليك على طول ان شاء الله. لو انا فاتح عشان انا ساعات بقى في انستجرام. ويعني انت بعد الفيديو ده طبيعي مش هتحتاج حاجه. لو عايزين اي فكره فيديو اكتبوا في التعليقات تحت. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان هكشف عليك ببلاش. مش عارف لسه، بس يعني هكشف عليك ببلاش لو يعني ان شاء الله ما تتعبش يعني. سلام يا بروز.